كلنا بنحب نعمل مشروبات سريعة وخفيفة وسهلة، وكمان تبقى طعمها لذيذ جدا جدا. المشروب اللي هنعمله مع بعض النهاردة تحفة جدا. هينفع كمان في فصل الشتاء وهينفع كمان في فصل الصيف، بيبقى طعمه ولا أروع. زي ما بيقولوا كده هيروي العطش جدا. بس لو لسه أول مرة طبعا بتشوفيني، أنا اسمي ريم ودي قناتي. متنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب، اعملي اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدأ الحلقة. هنعمل النهاردة مشروب من أحلى المشروبات اللي بنطلبها في الكافيهات. سعره غالي جدا، بس مكوناته بسيطة وسهلة قوي قوي. كل اللي أنا عايزاه عشان نعمل المشروب الحلو ده هو ايه؟ ميلك تشيك الفراولة. حاجة هنا كوباية من الفراولة، كوباية واحدة من الفراولة حوالي من 5 ل6 حبات من الفراولة. غسلاها كويس جدا جدا، وشايلة منها الثمرة بتاعتها اللي فوق اللي هي الوردة دي، وغسلاها مرة واتنين وتلاتة. عندي تاني حاجة كوباية لبن مغلية وكمان مبرداها، يعني ما ينفعش ان انا استخدمها سخنة، لازم اغليها وتبقى ساقعة شوية كده على الرخامة، ابردها شوية. تمام. عندي كمان كمية السكر حسب الرغبة بتاعتك، عايزة تزوديها او عايزة تقلليها براحتك جدا. عندي كمان ايس كريم، اي نوع ايس كريم عندك. انا عندي هنا مانجا وفراولة، مانجا وفانيليا وكمان شوكولاتة. وعندي كمان شوية مية صغيرين لو احتاجناهم هنزودهم. دي كل المقادير اللي انا عايزاها: كوباية لبن، 4 حبات من الفراولة او 5، شوية ايس كريم كده لو عندك بولة واحدة مثلا، ومعلقتين سكر، وشوية مية صغيرة. كل اللي انا هعمله هبتدي اشتغل في المكونات في الخلاط، مش هحتاج غير الخلاط بس اللي هشتغل فيه. هنبتدي ننزل بالمكونات بتاعتنا في الخلاط. هنزل اول حاجة بكوباية اللبن، عليها كمان كمية الفراولة بتاعتي، حط حوالي 4 حبات من الفراولة، ومش مهم كمان تقطعيها، هي سليمة كده هتطحن وهتبقى جميلة جدا. تمام، 4 5. عايزة تقللي او تزودي براحتك. عندي كمان كمية السكر، حطيت اللبن والفراولة وكمان السكر. هبتدي احط الايس كريم شوية شوية، وعايزة هنا ايس كريم فانيليا، بولة حلوة كده من الايس كريم. شايفين عاملة ازاي؟ تحفة جدا وريحتها في منتهى الجمال. وهحتاج ربع كوباية من المية، وهنقفل الخلاط وهنضرب الكلام ده كله لحد ما يبقى ميكس جميل جدا وهوريهولك. حطينا ايه في الخلاط؟ كوباية لبن، 4 حبات من الفراولة، وكمان بولة من الايس كريم، او معلقة صغيرة او معلقة كبيرة زي ما انتي حابة، ومعاها السكر ومعاها شوية مية. هنقفل الخلاط وهنطحن الكلام ده كله ونرجع نشوفه عامل ازاي. وضربنا ملك شيك الفراولة في الخلاط، وده شكله معانا. شايفين لونه في منتهى الجمال، ولا ريحته وطعمه طبعا خطير جدا. هنبتدي نصبه كده في الكوبايات ونشوفه عامل ازاي. شايفين قوام العصير عامل ازاي؟ ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، وفي نفس الوقت اللون بتاعه جميل جدا، وطعمه ولونه وريحته في منتهى الجمال. طبعا عايزين تضعوا كمية طبعا براحتكم جدا، يعني تزودوا كمية اللبن، تزودوا كمية الفراولة او الايس كريم زي ما انتوا عايزين. الفكرة كلها ان احنا بنعمل ميكس ما بين الأطعمة والزيادات او النكهات دي بتاعتك انت، تزوديها او تقلليها براحتك قوي قوي. عملنا النهاردة ميلك تشيك الفراولة بطريقة تحفة جدا جدا، اللون والطعم والريحة في منتهى الجمال. مش هياخد معاكي دقايق، سهل وسريع وخفيف.